نرجع لكم مرة تانية، والسؤال اللي طرحناه وبنطرحه النهاردة في القضية الرئيسية هو لماذا يهرب العلماء المصريون إلى الخارج؟ وليه بيرفضوا إن هم يرجعوا لمصر بعد ما بينبغوا في الخارج؟ وهل مصر فعلا بتتعمد تطفيش أبنائها من العلماء؟ ده الموضوع اللي بنطرحه النهاردة. ولكن في البداية اسمحوا لي إن أنا أرحب بزميلي نصر القفاص. مساء الخير يا نصر. مساء الخير يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. سعيد معاكي النهارده. أنا أكتر. ونبدأ بالموضوع المهم جدا. قبل ما نبدأ نتكلم في أي موضوع دلوقتي، فتش عن أمريكا. مؤامرة من أمريكا. أمريكا بتنزح عقولنا. أمريكا عايزة تخرب وطننا. امبارح كانت عايزة تخرب الأزهر، النهارده أمريكا في موضوع العلماء بس بشكل حقيقي. ده النهارده الغرب كله بقى، مش أمريكا لوحدها. الغرب وأمريكا بالدرجة الأولى ريهام، لكن أبشروا، أمريكا مستورد وليست مصدر. أمريكا تستورد العلماء، ومصر الحمد لله بلغت مرحلة راقية جدا في التصدير. نصدر العلماء فيما يسمى عند بعض العلماء بنزيف الأدمغة. الأرقام دائما كنا نقول عنها لا تكذب ولا تتجمل، لكنها أصبحت ترقص وتغني. بقرا الأرقام بيحصل لي حالة من حالات الدوار. رقم يطلع 850,000 و600 و220,000 وحاجات زي كده، بتلخبط جدا. عشان كده لو قلت لكم أي رقم حد اختلف معايا، أنا صح وأنت صح، والحقيقة في علم الله. قبل ما أرحب بضيوفي عايز أقول لكم حاجة واحدة بس، أرقام لا تكذب ولا تتجمل. أمريكا بتصرف 700 دولار عن كل مواطن بيعيش على أرضها على البحث العلمي. أوروبا بتصرف 600 دولار، يعني كل مواطن ما قيمته أو ما يوازيه أو أمامه 600 دولار على البحث العلمي. في مصر الرقم يصعب أن أذكره، دولار واحد. حاجة تكسب. برحب بضيوفي وضيوفكم لمناقشة هذه القضية المهمة جدا. برحب بالدكتور يحيى شاش، أستاذ تخصص هندسة المواد والإنتاج، أتمنى أن يكون صحيح. برحب بالأستاذ دكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث المركز القومي للبحوث، بس لا يوجد المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، دي حاجة ثانية. ده معروف. ده العلوم الإنسانية. برحب بسيادة النائب محسن راضي، عضو مجلس الشعب، ومش هقول زميلنا الصحفي. وربما أعتقد إن ريهام عندها طرف الخيط زي ما قلت امبارح، بنبدا من عندها دائما، مش عارف هتبدا ايه. الله يخليك، شكرا يا ناصر. لا احنا عايزين نبدا طبعا بالموضوع. يعني طلب احاطه حضرتك تقدمت بيه بسبب هروب العلماء المصريين للخارج، عايزين نعرف سبب تقديمك للطلب ده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه قدامي كان 4 عوامل ادوا الى طرح هذا الطلب، وده انطرح لمدة 3 مرات خلال 3 عقود، 3 سنوات اللي فاتت. أول حاجة دي إحصائيات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أول من 3 سنوات، إن 851,000 عالم مصري مهاجرين بره مصر. نمرة 2 نفس الجهاز عندي 824. يعني السنة اللي بعديها بيزود ينقص كده. النقطة الثانية وهي ان ميزانية زي ما حضرتك ذكرت، احنا ليه بنصرف دولار؟ لان الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مصر 3% من الدخل القومي، تقسمها تطلع لك دولار. عندي 2%. النقطة الثالثة ان احصائية صدرت عن جامعة الدول العربية بتقول ان 54% من المتخصصين والباحثين في الرسائل العلمية اللي بيسافروا الخارج ما بيرجعوش. عندي 70% ما بيرجعوش. يبقى دي الاحصائية. النقطة اللي بعد كده ان احنا اكتشفنا على مدار 2 سنين وانا بتابع ان مفيش، لم تسجل في مصر براءات اختراع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يعني معنى ذلك ان لا هنا يبقى لازم هنعمل ستوب وهنسال الدكتور على طول لان ما نفوتهاش. وما جايش هل ده صحيح وما جاش رد. لا طبعا كل الاحترام لمحسن بيه. ده معلومات دقيقه وعندي المصادر. لا ولا براءة اختراع واحدة يا دكتور ولا براءة اختراع على مدار سنتين بتقول حضرتك الكلام ده صحيح من يملك القول الفصل لن سجل كلام صحيح. وانا قلتها للوزير وكان موجود عندنا في مجلس الشعب، وما زلت الى الان عايز رد مكتوب وما جاوزليش رد. ليه؟ لان ده استفسار. طب نقول الشفوي وبعدين نشوف المكتوب. ماشي. لا انا مش هرد على حضرتك مكتوب، انا هرد على حضرتك على الهواء قدام كل المشاهدين. يعني المعلومه طبعا مش صح، مش انا طبعا كل احترام لسيادتك يعني. بس المعلومه اسالني انا ليه؟ لان انا بمضي يوميا في مركز قومي البحوث على التقدم لبراءات الاختراع للباحثين في المركز. فاحنا السنه دي اللي هي 2007 2008 اللي هي الفيوليو اللي فات 90 براءة اختراع مسجلة من باحثين في مركز قومي البحوث فقط. انا ما بتكلمش على مستوى مصر، انا بتكلم على العلماء اللي عندنا. 90 ده في سنه واحده من مركز قومي البحوث، وده رقم يعني حضرتك ما نتناقش فيه لان انا ماضي بايدي. كويس؟ احنا ما بنسجلش براءة الاختراع طبعا عندنا، هي بتسجل في اكاديميه البحث يعني. اكيد طبعا في جهات اخرى بتسجل وفي مواطنين، ده في مواطنين بيسجلوا مش بحوث ولا علماء. فالرقم ده حضرتك مش مظبوط. الحاجه الثانيه هنفرق بين ان انا اسجل براءة اختراع واحصل على براءة الاختراع. تمام. اي واحد ممكن يروح يسجل، واخد بال سعادتك، بس مش اي واحد ياخد براءة اختراع. اللي بيحصل على براءة اختراع ده شيء صعب جدا. عدد اللي حصلوا على براءة اختراع شهاده كامله في المركز القومي للبحوث السنه اللي فاتت 16. وده احنا بنعتبره انجاز، يعني لو مؤسسه بحثيه في 16 شهاده منتهيه ده شيء كويس جدا. طب يعني انا مش بدافع، انا بس برد على النقطه دي. بس يعني بعد اذنك يا دكتور هاني، دلوقتي سياده النائب بيقول انه العدد الموجود، العلماء المصريين الموجودين في الخارج 800 وحاجه الف، مش هنحدد 800 وكام، 800 الف في حد ذاته ده رقم كبير جدا. يعني عايزين نعرف مدى دقه هذا الموضوع ومين نقدر نقول عليه عالم. يعني هل ال 800 الف دول كلهم علماء ولا تعريف كلمه عالم ايه؟ بص حضرتك تعالي نحسبها بالعقل. عدد سكان مصر قد ايه حاليا؟ هنقول 80 مليون، كانوا كام من 10 سنين وهكذا. بالعقل كده هل ممكن يطلع 800 الف واحد عالم؟ مالناش دعوه يعني ايه كلمه عالم؟ العالم ده راجل حصل على الدكتوراه وابتدى يعمل ابحاث في الجامعه وبقى استاذ في الجامعه ويبدع ويعمل اختراعات زي الدكتور احمد زويل مثلا، عالم من العلماء الافاضل، والدكتور مجدي يعقوب والناس دي كلها. فهل يعقل ان في 850 الف واحد؟ ما هو لازم تحسبها بالنسبه للسكان، هذا الرقم مبالغ فيه. انما في ناس كتير مهاجره. يعني الفكره ايه؟ ممكن الرقم ده يكون ايه؟ يقول لك كل من حاصل على بكالوريوس مثلا في العلوم، في الزراعه، في الهندسه، في الطب، على اساس دي كليات عمليه او الصيدله، وخارج بره اعتبروا ان هو راجل علمي. طب مين العالم اللي نقول عليه عالم؟ بص هقول لحضرتك حاجه، احنا لو خدنا مثلا الجامعات في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه، نمسك اي جامعه، مش كل الاساتذه اللي في الجامعات تقدري تقولي عليه ده راجل ده ساينس عالي. يعني جامعه كالتك اكبر الجامعات في امريكا اللي فيها الدكتور احمد زويل، هتلاقي مش كل الاساتذه اللي فيها علماء، لان الراجل ده استاذ بيعمل ابحاث. انما العالم ده اللي بياخد جائزه نوبل او كلام من ده، دول بيبقوا قليلين على الصوابع. هو مصداقا لحضرتك يمكن يا ريان في رقم عندي بيقول ان عندنا في مصر ما بين كل مليون ممكن يبقى في 318 باحث. تمام. عندهم في الغرب كل مليون في 4500 باحث. فده بيأكد كلام دكتور هاني الناظر ان النسبة والتناسب. يبقى ممكن نتكلم في مسألة هذا الرقم الكبير. هنقل لدكتور يحيى وعايز اسأله برضو، هذا النزيف ايه اسبابه؟ يعني هل بحث عن وضع اقتصادي مريح؟ هل بحث عن حالة من حالات الحرية؟ هل قرف من الحالة اللي هو عايش فيها او عدم وجود امكانيات حتى يتطور؟ ده سؤال يمكن بشوفه مطروح ودكتور يحيى ممكن يفيدنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني المناخ اللي موجود للبحث العلمي في مصر أنا أعتقد أنه مناخ طيب. موجود الأستاذ وموجود الطالب وموجود المعدات، حتى لو مش موجودة احنا عندنا القدرة على تصنيعها في سكيل معملي، وبنقدر نلحق بيها أجهزة القياس اللي بتساعدنا على تحليل المعايير اللي موجودة والعوامل اللي بناخدها للدراسة. وموجود العقل اللي هو موجود العقل متميز. يعني ده احنا المناخ هنا صعب جدا بس مهيأ للي عاوز يشتغل. اللي بيسافر وبيقعد بره بيبقى المناخ طبعا في بالنسبة له حاجة ما شافهاش في مصر. له جروب تكنولوجي اللي موجود معاه، له المعدات،
له التكنيشن اللي بيساعدوه بسهوله جدا. احنا هنا بندور على تكنيشن، احنا بنشتغل تكنيشن عشان نعمل بحث، لان التكنيشن برضك غير مؤهل ان هو يظبط او اللي هو الفني يعني. الفني لكن بره الحقيقه موجود يعني جروب متكامل هو اللي بيعمل النواه لخلق البحث العلمي. ففي نوعيه من الناس اللي هي بتستسهل هذا المناخ وبتقعد، لكن في صله رباط ما بين الفرد وبين مجتمعه وولاء للبلد. ففي كتير جدا بيرجعوا لانهم بينتموا وعاوزين يعملوا حاجه.